في الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث المتواتر الذي رواه أبو هريرة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وميمونة وكذلك جبير بن مطعم وآخرون زي عبد الله بن الزبير وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي ب1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه ب100,000. يعني لو أنت حسبت كده أنت تصلي في اليوم والليلة 12 ركعة من السنن الرواتب التي جاء النص بها عن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب 12 ركعة في اليوم لو ضربتهم في الشهر، لو ضربتهم في السنوات، لو ضربتهم في 20 30 40 50 سنة، هيطلع رقم كبير نعم، لكنه لا يساوي أن تصلي 10 ركعات في المسجد الحرام من جهة الثواب، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه ب100,000. يعني لو صليت 10 ركعات في المسجد الحرام ب1,000,000، مليون ركعة، ثواب 1,000,000 ركعة يعني في الجزاء وليس في الإجزاء. ودي مسألة أنا هتكلم عنها إن شاء الله عشان بس أحل إشكال وقع عند بعض الناس. علشان واحد لو هيصلي بقى 1,000,000 ركعة ده محتاج 231 سنة. انت لو حبيت تصلي 10 ركعات في المسجد الحرام ده ياخد منك في حدود تلت ساعة أو نصف ساعة. شوف نصف ساعة لو أردت أن تفرد هذه الركعات ب100,000 ركعة في 10 أدي 1,000,000 ركعة، هتاخد زي ما قلت لك 231 سنة، ربما يكونوا كمان عدة أشهر أو حاجة زي كده. فده تكثير للعمر.